عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لينا ساعة عايزين نطلع اللايف وعمالين نضحك من أول الصبح ومش عارفين نطلع. التأخير ده عنده مش دايما عندي. دايما لايفات دكتورة هدير كده يعني بتبقى واصل الضحك، فاحنا هنكمل الضحك مع بعض بقى النهارده إن شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معانا أنا مش هعرف بقى دكتورة هدير نجيب، استشاري التغذية والعلاجية، وسيبكم من الحوارات دي، أحسن واحدة تدخن وتخسس. تدخن وتخسس في عايز الوصف. يخس يجي ولا عايز يتخن يجي، كل الاوبشنز متاحه. بس النهارده هنتخن. لا براحتك. أنا أول رمضان جايين وجايبين أنا- الحاجات بتاعتنا معانا. اول رمضان كنت عايز اخس. اكيد. تمام، فانا اللايف ده قلت لك ايه؟ لا الالتزام هو الحل. بالظبط. التزمت؟ لا خلاص. فانا قلت خربانه فخلاص بقى هندخل نطلع لايف بقى اللي هو ايه، كحك العيد. بس هو في نقطه، لما نزلت البوست ان في لايف عن حلويات العيد، فكل الناس بتقول ايه، ما تسيبوها بعد ثالث يوم العيد لا نكون كلنا قلنا نكون عملنا. لا انا عايز اقول لكم نصايح. احنا مش جايين النهارده نقول لكم ما تاكلوش، لا، كله. احنا جايين النهارده نعمل ريفيو. انا هتجيبوا يا منين؟ جماعه كذا نوع كحك براحتكم. لسه بحكي له على السابليه قال لي ما اعرفوش. اللايف ده مليان حاجات. ولسه لسه في تحت تاني، لسه في تاني ما عدا الماركه بس عشان ما نعملش دعايه. مش كده اخبار ابو عادل ايه؟ صح يوسف اسكت. انا نزلت البوست سالت يا جماعه اجيب منين خبيز ابو عادل، مش قادره احكي لك كميه الناس اللي اشترت من بعدي. انا من الناس اللي ما كانتش عارفه ابو عادل. شفت؟ وقعدت اتريق عليكي، روحت البيت بالليل لقيت لقيت ابو عادل عندي في البيت. لقيت العلبه عندك. لا بس ايه الاخبار؟ جميل. تمام. لا بس انت بس ما هو في دوقتش- مشكله. ما دوتش السابليه بتاعه. مين السبب؟ في علبه لوحدها كده سابليه، ده بقى بتشوفوه المتطور. أيوة. ده بقى باللوتس والفستق والاوريو حاجات اكبر مننا. بيدفع لها فلوس. كتير كتير. لما نجيب لك طبق. والله انا جبت ابو عادل، انا لقيته في الثلاجه والله، كانوا العيال نايمين تمام. فالمشكله مشكله واحده تجور واحده. ما انا هو ده اللي حصل. فرحت كلت نص العلبه. شكرا. المشكله ان العلبه أيوة. كانت بتاعت حماتي. احب اقول لك المحتويات فيها كم سعر حراري انا ادخل عليك. بالنسبه للكحكايه بنلعب في 150، دي لو مش محشيه 150 كيلو. سعر حراري. ايوه كيلو كام. لو احنا بقى جينا ايه اللي هو انا حشيناها. بحرقه لما امشي 5 كيلو مثلا. نيجي بقى للايه كحكايه محشيه ملبن بقى او عجوه، حط يعني من 200 ل 250 على حسب بقى احنا حاطين سمنه قد ايه، يعني ده كده. تعالى بقى للبيتي فرايايه الواحده طب ثانية ملزوقه واحدة. ولا مش ملزوقه؟ ثانية واحدة. احنا اتكلمنا في الاول عن دي الكحك. دي ساده اللي هي مش محشيه حاجه، دي ما هو 150. محدش بياكلها ساده. لا يعني مش محشيه ملبن ومش محشيه عجوه. من جوه. لا دي ساده. دي ساده. دي سادة. دي يعني بنلعب طب في استنى 150. أشوفها. دوق كده. شوف طعم ال 150 شكلهم ايه. اشوفها ساده ولا ملبن؟ شوفها كده. لا دي ساده. بس السمنه بلدي. دي 150. ماشي. حطينا عجوه او ملبن بقت بكام؟ من 200 ل 250 سعر حراري. حلو الكلام. بتي فرايه بقى في منها الملزوق. هو حلو الكلام. حلو الكلام. حلو 150. حلو. ماشي. بتي فرايه ملزوقه ولا مش ملزوقه؟ بخلص دي. طب ابلع. الناس مش هتاكل في العيد بعد اللي احنا هنعمله فيهم. بتي فرايه بقى ملزوقه ولا مش ملزوقه؟ ملزوقه. ايوه ابلع. ايوه لسه في قريبه. ميه على انت يا عم يبلع. كان في فلوس تانية. لا خلاص. حلو. دي ملزوقه. دي أيوة. يعني حسبة اتنين لازقين في بعض. غير الفرماسيل بقى والمربى اللي جوه. هي دي بتتحسب؟ او ملقه. مش دي سكر ولا ايه حضرتك؟ انت حاطينها عياقه يعني لو ما بيعدوش عليها. دي كام؟ دي 100. يعني اقل من الكحك. 100 الاثنين بالمربى. يعني لو واحده لوحدها. ايوه الله يبارك لك. هنحسبها الله يبارك لك. هنحسبها 50. لسه ما خدناش عقبال. اتاكد بس ان انتوا سامعيننا ولا مش سامعين سامعيننا؟ مش الصوت. مهم السمع، هم اللي شايفين معانا. هتلاقي الناس جابت الطبق بتعد معانا واحنا لو سامعين بس يعني ايه قولوا لنا سامعين. ولو حد يعرف ابو عادل يكتب لنا بس. كان دكتور مصطفى كان بعت لنا العلب اللي عنده. الراجل جايب منين؟ هجيب لكم ابو عادل والله، بس يعني ما ظبطتش يعني، بس جبت لكم من كذا مكان يعني. اتاكلت اتنسفت.
ما بقاش فيه منها. نرجع دي 100. الكحك 150 لو هي مش محشيه عجوه او ملبن. ولو محشيه عجوه او ملبن من 200 ل 250. 250 على حسب حجم الكحكايه. انا عايز اوصل 250 دي للناس. 250 دي احنا ممكن ناكل ربع فرخه صغير ومعاهم مثلا 6 معالق رز و3 4 معالق خضار. يعني الكحكايه دي بوجبه بربع فرخه يا صغيره قد كده مثلا، معاهم 3 4 معالق رز مثلا ومعاهم 3 4 معالق خضار. الحكايه غدوه يعني يعني كده اللي انا اكلت عشان بس الامهات ما تجيش تقول في العيد هو انا ما اكلتش ليه؟ ما انت عكمتيه كحكايتين 3 على متفرايتين 3 وسقيتي له الصبح بسكوت في الشاي بعد الصلاه، هياكل ايه تاني؟ هو اكل خلاص كده مش هيلحق ياكل ملوحه. بالظبط. بص ملوحه بقى وريق في ملوحه تاني. لا النهارده مش هسيب النهارده في الملوحه والفسيخ والرنجه اخر اللايف عن الملوحه. تمام، فاصبروا بس على رزقكم يعني. دي احنا قلنا 100 تقريبا 100 الاثنين 100 بحشوتها بحاجتها. حلو. لان في ناس بتفصل يعني في ناس تاكل بتفرع لوحدها ولو بتفرع عليها بقى شوكولاته عشان انت جايب البتيفور مش عليه شوكولاته. هي واحده ساده وواحده شوكولاته. لا قصدك شوكولاته متغطي في شوكولاته. المتغطي في الشوكولاته هنا لا دي نصها بس. افتحها لهم بقى وريها لهم. مش كده اتكلمي انت وانت هتاكل. ماشي. في غريبه يا جماعه هنا كمان ده لسه ما دقهاش. ماشي في بسكوت انت بس افتح لهم. هي فيها سبليه على فكره العلبه دي. هات قلم يا علاء. يا عم هتتفتح استنى اهي تغذيه برضه ما تجيبش علاء. لا ولا اقول لك هات يا علاء مش هتفتح. تخصص فتح علب دي. افتح بعد كده البتيفور محشي يعني هو متغطي بالشوكولاته وتلاقيها نصها وفي حاجات تانية بقى مغطيها كامله بالشوكولاته عشان الناس تفهم. والله كل ده عشان اوعي الناس. ايوه صح مش عشان اوعي تفتكري ان افتح راحت عشان اوعي الناس. الدايت اللي بنعمله من اول مره اهو. ايوه مش هو ده الشوكولاته ولا مش هو ده الشوكولاته بس ده نصها بس. هي دكتوره هدير تقصد ده الشوكولاته. بس في حاجات تانية تبقى متغطيه كلها. للاسف العلبه دي ما فيهاش سبليه. كنا ورينا الناس السبليه ده بيبقى حاجات. ده الكحك من غير سكر. ايوه يستحسن بقى الناس اصلا. بص انتوا عاملين ايه هنا؟ انت حاطط السكر فاهم؟ لا انت المفروض الناس لما تقدم الكحك تقدم الكحك كده ساده. مش المفروض بيحطوا كيس سكر هنا؟ لا انت ضحكوا عليك. ضحك علينا. ضحكوا عليك ضحكوا عليك. هرجع العلبه دي. ماشي ضحكوا عليك بعد فتحناها خلاص. المفروض الناس تحط الكحك من غير ما يبقى عليه سكر وانت تجيب حاجه زي الملاحه الصغيره كده فيها سكر لان مش كل الناس عايز سكر كتير. والمفروض احنا اصلا ما ناكلش السكر الكتير يعني كفايه ان دي فيها اصلا سمنه بلدي ودقيق وسكر وحاجات كتير كده فكمان ما نروحش حاطين سكر من فوق. طب يعني دي استنى بس سؤال لولوي. دي لو انت عايزها من غير سكر هعتبرها مثلا ب 120 او ب 100 بس. تمام يعني زيها زي البتيفورايه. بتيفورايه ايوه تمام. ودي قلنا دي هتبقى اعلى 50 مثلا. انت ممكن تبقى 130 على حسب كميه الشوكولاته اللي متغمسه فيها. كل ده بيعد عداد ماشي بيعد معاك. ده غير كوبايه الشاي اللي الناس تشربها اللي انت تحط فيها سكر. بس هو 150 فعلا. ماشي جميل. ده طعمه حلو ممتاز. لسه في بسكوت وغريبه. انت بتكلمي ولا لا بس الغريبه اقل بقى في الحاجات دي. بس انتوا الغريبه بتاعتكم دي كبيره يعني المفروض تبقى من 60 80 سعر حراري. احنا كرم. المفروض تبقى من 60 80 سعر حراري. بس هطلع لك واحده صغيره. ماشي حاول. في بقى علب نازله كده فيها كحك بايت صغنن مش واحد يلقف. استنى اهي. لا ايه شوف دي كام؟ من 60 ل 80. فما بالك الكبيره اللي حضرتك عندك دي يعني 60 80 دي مش هتعمل حاجه. ابلع. راح الدايت. انت كنت عايز دكتور مصطفى معانا. الكبيره دي يعني بنضربها في الضعف بقى لان الثانيه دي كانت صغننه قوي. دي 120 لا ده بلاش كتير عليك. كتير كفايه ال 60 اللي انت كده. البسكوتيه ب 60 سعر حراري. دي بيتي دي ما دي 60 سعر حراري. هي مش هتفرق كتير. كتير. اثنين يعني واحد. طب هو ايه الفرق بين البيتي وبين بص البيتي بقى كميه النشادر اللي فيه اكتر. اللي بره ده بيبقى فانيليا او برتقال. طب وفي فرق سعرات؟ في فرق سعرات في كميه السمنه بس مش بتفرق كتير لان كله بره دلوقتي بيعمل سمنه بلدي وكله بيحط سمنه بلدي كتير عشان يقول لك ايه ده انا جايب يعني خبيز العيد بسمنه بلدي. نعيش حياتهم. طب دي تعمل لها كام؟ دي 60 دي زيها 60 مش هتفرق في الوزن كتير. عادي يعني. اتفضل. واحنا بنخاف من الحاجات دي مع مين على فكره؟ مع الطفل المسكر. يعني دايما اقول للام بتاعه الطفل المسكر ما تعيشيش حياتك وتعملي ب 2 3 كيلو. ما تجيبوش اصلا عشان لا هم بيجيبوا وبحسبه لهم من ضمن النظام الغذائي بتاعهم من ضمن وحدات الانسولين. يعني الامهات الاديوكيتد قوي دي بقول لها هاتي بالميزان بتاعك ووزني بنقعد نحسب لهم معامل الكارب بتاعهم.
لكن الامهات اللي هي يعني على الله، اللي هي مش هتقعد توزن ولا الكلام ده كله، ما نظهرش اصلا. لا بنحسبها له، بقول لها يعني تعملي الكحكايه مثلا اكبر من حجم الجنيه كده بشويه، دي تبقى مثلا قد كذا. لو هتعملي مثلا بسكوتيه طولها قد كذا، يعني فاهم، بقعد اقربها لهم على قد ما اقدر، علشان انت مش هتحرمه، هو قاعد معاك في البيت، فاشمعنى هو اخوه هياكل وهو مش هياكل؟ ما هو لو اتساب هياكل كتير. لا ما هو مش هيتساب، لكن اصل ده طفل حضرتك. ايوه لا على فكره بيسمعوا الكلام والله. بقوا يعني عندي كان الفتره اللي فاتت قبل العيد كان دكتور مصطفى حاتفهم كلهم عندنا. دكتور مصطفى الزهيري ده ده الشيخ غدد الكبير بتاع السكر بتاع الاطفال ده كان المفروض معانا النهارده. مصطفى ناقصاك القعده. احنا هناخدهم معانا، احنا رايحين دلوقتي. هي القعده دي بتاعت مصطفى، سيبوكم من ان هو بتاع سكر يعني. لا. بس هو سكر. بنقعد بقى نحسب لهم الكلام ده، يعني على حسب وحدات الانسولين بتاعتهم، بنقعد نحسبها لهم، انت مش هتحرمه من العيد، هو العيد بالنسبه له بسكوت وكحك وبتيفور، بنقعد نحسبها لهم، بنحسبهم جوه وحدات الانسولين بتاعتهم وياكلوها امتى. ما ينفعش يصحى الصبح يروح ياكل بسكوت بشاي بلبن ولا كحك مع شاي بلبن، احنا بنقول للسكر تعالى. لا، المفروض يصحى يفطر الوجبه بتاعته وبعد كده ياخد الكميه بتاعته بتاعت الحلويات، عشان ما يبقاش الامتصاص بتاعها عالي، فبالتالي ما تعليش معاه السكر قوي. بس يعني مش هقدر احرمه منها، وخلي الام تعمل على نفسها كيلو كيلو كيلو، عبال ما البيت كله ياكل، يبقى خلاص الكيلو ده خلص في اول يوم، فشكرا، فما فيش حاجه تانية عندي. بستغرب انا كلامك اللي هو انا طفل السكر ده باكله بسبوسه. بياكل طفل السكر ده بياكل بسبوسه وبياكل كنافه، وكان بياكل في رمضان القطايف. لا بياكلوا كل حاجه طول ما هي محسوبه في ضمن الوحدات بتاعت الانسولين بتاعتهم، لان انت مش هتحرمه. حتى لو هو اكل في اليوم قطايفايه ولا قطايفتين، هو بالنسبه له ده انجاز، انا اكلت. فانت ليه ما اتحرمتش؟ اصل انت في امهات تكتب انا مش هعمل في رمضان خالص، والله يا دكتور عشان خاطره. لا مش عشان خاطره، ما هو انت ما عملتيش عندك، هو هيطلع ياكل بره، هيروح عند عمته وخالته وخاله والجيران وكده فهياكل. انت مش هتقدر تقول له لا ما تاكلش الكلام ده، فهياكل. فبدل ما ياكل وسكره يعلى ونقعد نلف حوالين نفسنا، طب ما انت تبقى حاسبها له وتقول له لا احنا معانا مثلا وحده انسولين قصادها مثلا 2 قطايف، لا وحده انسولين بتاعتك قصادها مثلا 5 دلبيات. بيقتنعوا على فكره وبياكلوا. لا حرام، بيقتنعوا جدا وبياكلوا على حسب المعمول، لان برضه انا بنبه على الام، ما تعمليش كيلو قطايف وتيجي تقولي انت ليك وحدايه وانت تقعدي انت وعيالك تلغوا في باقي الطبق. ده اللي انا بتكلم لا فيه. بس الامهات بتسمع الكلام والله، طالما انت هترضي طفلها هي بتسمع الكلام، بتبقى ام لطيفه كده وبتبقى هاديه، يعني مش لا حرام. في امهات بقى الاديوكيتد قوي قوي لما بقى راحوا جابوا المخبوزات اللي معموله بقى بدقيق اللوز وسكر الاستيفيا والكلام ده، تقول لك انا مش هحرمه. سكر الدايت صح ايه؟ سكر الدايت احنا ما بنحبوش، لا في الصغيرين ولا في الكبار، ما بحبهمش، لان هو قال لك على المدى البعيد بيعمل لي مقاومه انسولين اصلا، فسواء في ده او في ده هو ده غلط. لكن انا في اضيق الظروف يعني طفل المسكر لو احتاج ان هو ياخد حاجه بسكر فوق الوحدات بتاعته او فوق الحاجات اللي انا محتاجاها في مره في خروجه، خلاص هخليه يحل سكر دايت مش مشكله، لكن مش ده الاساس، يعني ما مشوش على طول. وانا حتى مع الناس اللي بعمل لهم دايت سواء الاطفال او الكبار انا بحط لهم سكر، يعني هو ليه مسموح من معلقتين ل3 انت تاخدهم بقى في مشروباتك طول اليوم. في واحده تيجي تقول لك انا كوبايه شاي بتاعتي باخد فيها 3 معالق سكر، خلاص انت اخدتيهم. في تقول لك لا طب انا هاخد نص معلقه بحيث ان انا اشرب ال6 كوبايات بتاعتي، براحتك زي ما انت عايز. ثابتين السكر، اصل انا فاكر في اول رمضان لما قلت لك عايز اخس قلت لي اخرك معلقتين سكر في اليوم. اهو طب انا مش طفل يا ستي انت بقى. لا ما هو انت على حسب سعراتك اللي احنا حددناها، مش احنا قعدنا حسبنا سعرات حراريه واخدنا وزنك واخدنا طولك. لما قلت لي 8 معالق رز على فكره و8 معالق مكرونه ورقه قلت له اما لا استنى 6 معالق رز او 6 معالق مكرونه او قطعه مكرونه بشاميل او مفيش قوي. ما كنتش لا على فكره والله ما كنت كده قوي. استنى على بذمتك انا هاكلك كل ده يا عبد الرحيم مش كده. ما انا استغربت انا مش باكل ده كله يا جماعه. طب انا بدخل ليه؟ على فكره في كلمه او يعني المفروض انت تفهمها او احنا مش 8 معالق رز و8 معالق مكرونه قطعه مكرونه بشاميل 3 جلاش ايوه قطعه 250 جرام لحمه. فانا ايه بقول لها انا ما باكلش ده كله بدخل. قالت لي او في او ما بين كل حاجه وحاجه. وكان في سمبوسه كنت حاطه كل حاجه في الدايت انا طبق سلطه كبير ايوه و2 لتر ميه نص ميه على حسب وزنك حسبنا الميه تمشي قبل الفطار ساعه. لا بس انا مشيت على والله الامصان بقت تقفل دلوقتي. ورحنا اتعزمنا بره. انت ما شفتيش انا البوست اللي منزله احسن واحده تتخن وتخسس يعني عن تجربه عن تجربه احنا كده ايه احنا انت خسستيني بس اهو يلا بينا. يعني شويه انا كابتون دول يعدوا بتوع 1000 سعر حراري اللي هو انا المفروض في اليوم اخد 2000 المفروض. يعني لو انا همشي ان انا بثبت وزن مثلا هنضرب مثلا الوزن في حسبه 25 فانا كده خلاص. يعني انت وزنك كام بعيدا احنا نفترض ان احنا 80 الله يرحمه هنفترض
هنفترض فرضا جدلا أيوة. 80، قول 80 في 30 بكام عشان ما بحبش الحساب. ايوه 240. 2400. 2400 ده لو انا خلاص انا هثبت في الوزن بتاعي ومش عايزه لا اتخن ولا عايزه اخس، يبقى انا 2400. لا انا عايزه هخس، يبقى انا هاخد 80 في 20 يبقى انا 1600. يبقى انا انت خدت 1000 وانت قاعد فاضل لك 600. ما تبصي انت لا هبصلكش في اللقمه، هتقري عشان بصلك في مين اللقمه. ياخد راحتي. بس الفرشه اللي احنا فعلا بنفرشها دي يوم العيد دي صعبه. يعني ما هو يوم عيد بقى ماشي، ما هو يوم العيد بيجر اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ويفضل عندنا علبه الكحك شهرين قدام. ما بتخلص. بس ما تقلقيش، هي الحاجه غليت فالناس ما بتجيبش كميات دلوقتي. لا والله تعالى اتفرج على الاصيل، الناس بتضرب كده هناك. لا بص، فرحه العيد الناس مش هتقول لك ابدا عليها لا، ولا هتقول لك ان انا مش هجيب ولا ان انا معيش فلوس. لا الناس بتجيب، الناس بتجيب لان دي اصل دخلت عيد فمحدش مش هيجيب. الناس بتحجز رنجه والفسيخ والملوحه من اسبوعين فاتوا علشان العيد. ايوه امبارح كانت الناس على بتاع الفسيخ ضرب اللي هو الراجل اللي هو في الزهراء قدام المسجد. يعني الناس طلعت جامد على طول. مش هيستنوا. الناس بتصلي ودول طالعين عليه. مش هيستنوا. لا انا يا جماعه على فكره انا امبارح اتسحرت رنجه بعيدا عن سحرت رنجه. سحرت رنجه ما شاء الله. طب يعني والرنجه ده مش الموالح ممنوعه في السحور او بتعطش بمعنى صح؟ اعطش براحتك، لكن انا كان نفسي اكل رنجه ما اكلش رنجه. لا برضه نشرب ميه كتير. لما يبقى نفسها في حاجه نشرب ميه كتير. لو ما كانتش ملوحه امبارح كانتش هتطلع لايف النهارده. ايوه لا ده انا بقالي فتره عماله ادور عليه، بس لا اللي انا جبتها امبارح دي يعني ملحها خفيف، ما كانتش ملح وتوصل عليها ليمون وزيت كده هتبقى جميله. بس احنا نبعد عن الفسيخ والملوحه. انت اللي فتحت موضوع الرنجه والفسيخ. الفسيخ والملوحه، ابعدوا عيالكم عن الفسيخ والملوحه. ده عيد، ما كان لسه عيد من شويه. لا نعيد بالرنجه عادي. مالها الرنجه والسمك والتونه، لكن ملوحه وفسيخ ونيجي نقعد نقول بقى بوتيوليزم والعيال تدخل مننا في تسمم والكلام ده كله. وبعد كده انت لو جايبه ضمنه من حته انت عارف الناس دي مش شغاله نضيف هات منه، لكن لا انت لو جايبه من حته يعني انت مش ضامنها. يعني في كذا حرام، في كذا واحده مثلا بتعمل الكلام ده في بيتها دلوقتي بتبيع اونلاين. لا هاتي يا ستي منها بس ما تجيبيش كتير واضمني قوي انها نظيفه وهاتي. لا مش نظيفه يبقى انا قلقانه بقى من فتره تسمم من بالي بوتيوليزم بقى، والعيال نفضل نلف حوالين نفسنا. العيال في فتره العيد بيجي لنا كميه جاسترو انترايتس. فاهمين البوتيوليزم ده اللي هو الشلل بيحصل عند الاطفال نتيجه انهم اكلوا حاجات مسممه. يعني في ميكروب موجود في الفسيخ او في الملوحه او كده، ده بيدمر الجهاز العصبي عند الطفل وبيسيبه بالشلل يعني. أيوة. فدي الجزئيه اللي احنا بنخاف منها. هتردي عليا بقى انت يا ست الكل وتقولي لي ايه اللي ما عمرنا شفنا حد جاله شلل يعني. ما انت ما شفتيش، بس احنا كدكاتره بنشوف في المستشفيات. فانت ما تحطيش نفسك عرضه اصلا ان انت تشوفي حاجه زي كده يعني. ما جالهوش البوتيوليزم او تسمم باري. هو انت في اطفال كتير بتجيلها تسمم غذائي في الفتره بتاعه العيد، ما هو كل ده من الرنجه والملوحه والفسيخ. انت ضامنه ان هو ما وقفش عليه دبان ولا اللي خده من العلبه ولا من الصفيحه ده كان نضيف اصلا؟ ما هو كده ده تسمم ايا كان، حتى لو انت ما شفتيش تسمم باري لا في تسمم اصلا بيحصل من الحاجات دي كلها. فليه نحط نفسنا في الموقف ده؟ ناكل تونه، ناكل رنجه ماشي، ناكل سمك. في ناس تاكل سمك اصلا يوم العيد، مش لازم تاكلي فسيخ وملوحه ورنجه. هو انت الكلمتين اللي انت قلتيهم دول ما كانش ينفع قبلها تقولي انا متسحره امبارح رنجه ما كلتش ملوحه. هناك فرق يا جماعه، انا اكلت رنجه ما اكلتش ملوحه. لا الرنجه يعني مقبوله شويه عن وبعد كده في حاجات في فعلا الناس بتعملها ملحها خفيف، ما كانش لما تحطي عليها ليمون وطحينه يعني كتريها، اعمليها سلطه. مش لازم تاكليها رنجه صافي، قطعي عليها طماطم وخيار وبصل وجرجير والحاجات دي كلها وكليها كسلطه بحيث ان احنا ناكلها وجبه. فاهم قصدي؟ لكن مش لازم انا اقعد اكلها بقى رنجه طب هو ايه الفرق؟ انا نفسي اسال السؤال ده من زمان. الفسيخ والملوحه هو في فرق؟ الفسيخ ده سمك بوري، ده اللي انا عارفاه. سمك بوري بتوع بحري اللي بيعملوه. احنا الملوحه دي بتاعتنا احنا الصعايده، بس ما اعرفش ايه نوع السمك. ايوه ما انا يعني بحري اقول لهم ملوحه يقول لك ما في فسيخ. هنا اقول له فسيخ يقول لك في ملوحه. ما انا بقول لك اللي انا عارفاه ان الملوحه دي الفسيخ سوري ده سمك بوري هم بيملحوه يعملوه فسيخ. لكن الملوحه دي ايه اصل السمكه بتاعتها؟ لا الصراحه انا ما اعرفهاش، بس يقول لك ايه ملوحه كلابي، ملوحه كبيره مش عارفه ايه. لكن الفسيخ ده بتبقى دايما سمكه بوري صغننه. ايوه ده اشكال وانواع ومخلي ومش مخلي. أيوة. وحركات ده يعني. مبلغ الكيلو ب 400 جنيه دلوقتي. ما شاء الله. احنا دخلنا جمعيه انا واخواتي 400 جنيه عشان تجيب فسيخ وملوحه كيلو. اتحططنا كل واحد دفع له 100 جنيه كيلو. والله صح. انا يا جماعه ده ايه ده؟ لا يقول لك ده فيه مخلي اغلى عشان نضفتهولك عشان ما توسخيش ايديكي. ولا الملوحه بس هي الملوحه دايما تلاقيها في اسوان. يقول لك ايه انا رايح اجيب ملوحه من اسوان السد العالي والحركات بس دي. لكن الفسيخ ده لا بتوع بحري يعني بتوع بحري. الفسيخ مش مالح قوي زي الملوحه بتاعتنا يعني.
تحس ملحه اخف او يعني في فرق يعني. ايوه المفروض كنت بحسهم واحد بس هم مسمينه هناك فسيخ. لا في الطعم مختلف، دي حاجه ودي حاجه. بس انا هدور على اصل السمكه بتاعت الملوحه. بس برضه ما ناكلش يعني ما ناكلش ما ناكلش لا فسيخ ولا ملوحه. اصل ناكل رنجه، احنا على الهوا ناكل سمك، ناكل تونه، ناكل سمك، ناكل تونه، ناكل رنجه، بلاش فسيخ وملوحه. غير لو انت جايباه من حد انت ضامنه ان هو عامله في بيته. في ستات كتير على الفيسبوك بيقولوا لي وانا اقول لكم هم مين. زي ابو عادل كده. ايوه ده في ناس كتير قوي مشهوره. في فسيخ ام مكه ده بيضربوا بعض عليه في القاهره. ام مكه انت عارفه بتوع القاهره؟ دي فسيخ ام مكه ده مشهور قوي. طب انت بتطلبي يعني بيجي لك اونلاين؟ ايوه بيجي من القاهره. ايوه في لا بس في ستات يعني جروبات مخصوص تقول لك انا مثلا هعمل اوردر من ام مكه، فتلم تجيب اوردر بقى 7 10 8 كده كيلوات، او يجيبوه يبيعوه يعني. يجيبوه بقى يبيعوه. والله ده الموضوع فسيخ ام مكه. لا ده الا فسيخ ام مكه. ام مكه وابو عادل والموضوع كبر يا جماعه. الموضوع كبر يا جماعه. تشربوا ميه كتير، هتاكلوا رنجه تشربوا ميه كتير عشان وكان لازم البيبس بس دلوقتي سباتس بقى. استنى بقى لا يا جماعه لو سمحت بعيدا عن المقاطعه، ما هو انت عارف ازازه البيبسي دي فيها كام معلقه سكر؟ 7 8 حق عندنا 330 الكلام ده فيه 8 معالق سكر كتير قوي. هتقولي طب اجيب الدايت، ما هو متحلي بالاسبرتين. لا انا فرحت بالمقاطعه دي على فكره. صح؟ لان لا ده في شنايدر، في سبيروس في 7، في حاجات كتير قوي، في حاجات ياما مليانه دلوقتي في السوبر ماركتات. يعني العيال تقول لها ايه ما تجيبش بيبسي ومش عارفه ايش المقاطعه. يا دكتوره في سبيروس يعني اللي هو كده. انت عبيطه، في حاجات اكتر انت مش ابديتد على فكره، انت مش معانا على الكوكب. ما تاكلوش يا جماعه كتير، ما تاكلوش كتير، وما تاكلوش فسيخ وملوحه. ما تاكلوش دعوه بيها بس ما تاكلوش عيالكم فسيخ وملوحه كتير ماشي، على نفسكم كده حته صغننه. والرنجه ناكل رنجه مفيش مشكله، بس نشرب ميه كتير جدا. وما تجيش تقولي يوم العيد او ايام العيد والاقيكم جايين تقولوا اصل العيال ما اكلتش وانت ماكلاهم 4 5 كحكات على ربع كيلو بيتي فور على مش عارفه بسكوت سقيتهم له في الشاي بلبن. ما حدش يجي يقول لي العيال ما اكلتش، عشان هم بيبقوا واكلين نص علبه الكحك وجايين. ترمي على مين الكلام؟ لا خالص. والناس اللي متابعين عندي يا ريت ما يجوش بعد عيد تخنانين، يا ريت ماشي، يا ريت بالقربان، يا ريت. هحط الميزان على باب العياده بالقربان، مش هحطه جوه على باب العياده. اللي تخنان يروح. إلهي ما يوريك اللي ما ينفذش تعليماتها بتعمل فيه ايه. انا الناس بتيجي تحكي لي يعني على فكره انا كيوت. ايوه كيوت صح، كيوت. ما كيوت مع اللي بيسمع الكلام، وهم ما بيسمعوش الكلام. فيعني الوش الثاني بتزعقي فينا ليه؟ ما انا لو ما زعقتش فيكم مش هتسمعوا الكلام، مش هتسمعوا الكلام. بس الله يكرمك يعني انت اكلت 2 كيلو. ما تبصليش في الاكله بقى. علاء مش هياكل معانا. ما انا كده مش هاكل في العيد. علاء صح، خد لك واحده. مش هتاكل في العيد؟ خد لا عامل دايت ايه بكره العيد. ما انا عامل برضه. هو قال يا جماعه مش هياكل في العيد. انا عامل برضه. لا ده عشان التصوير خالص. يعني مش هتروح البيت يعني، مش هيروحوا هناك. ارجعها بس. طب انا هعمل تليفون هشوف العلب دي راحت فين. تمام. ناكل على قد ما نقدر، خفيف علشان الوزن بتاعنا ما يزيدش في العيد. في ناس كتير طالعه وزنها زياده في رمضان بغض النظر هم مين خالص. مش انا. لا مش انت. مش انت. انا كان نفسي اخس بس انا ثابت. انا الحاجه بتقفل بس الميزان فين؟ الرقم فين؟ بس الثبات صح. الموضوع ده مش احنا قلنا يعني انا بحس ان اللبس وضعه اختلف وان انا خسيت. انا حسيت أيوة. ان المقاسات اختلفت. تمام. بس لما بوزن نفسي بلاقي نفس الوزن. ما هو احنا المفروض بنعمل انبادي. انت لو جسمك معبي ميه انت مش هيفرق معاك على الميزان، مش هتلاقي الرقم نزل. لكن الميه دي من كتر ما احنا بناكل نشويات كتير، جسمنا بيعبي ميه كتير خلاص. مجرد ما انت تبتدي تقلل كميه النشويات تبتدي الميه دي تنزل فجسمك يهبط، فانت بتحس نفسك خسيت. لكن انا على الميزان انا نفس الرقم. وبعد كده لو انا بلعب رياضه وانا خلاص عملت دايت وبلعب رياضه او بنزل اتمشى او الكلام ده كله، طب ما انا بحرق دهون. الدهون دي لو انا باكل بروتين كويس وباكل اكل متوازن زي ما انا محسوب لي، انا الكلام ده عندي بيبتدي يتحسن، بيبتدي زي ما هنقول ايه اللي هو لا احنا الفات ابتدت تنزل وابتدى عندي الجسم يكون عضلات قصاد الحاجات اللي انا بعملها. يعني فاهم قصدي؟ اللعب او الرياضه او الكلام ده كله، عشان كده انت ميزانك ثابت. فانت المفروض اللي بيعمل اختلف مكونات الجسم. ايوه لكن انت الرقم ثابت. انا ما زعلش لان انا بعمل مثلا انبادي عندي للحالات بتاعتي. تيجي لي واحده تقول لك هو انا ليه يا دكتوره بقالي مثلا شهر الرقم بتاعي ثابت؟
ما هو احنا حبيبتي احنا كل اسبوعين بنعمل انبادي، تعالي شوفي كميه الفات، تعالي كميه شوفي يعني شوفي كميه الميه، كميه المصل بتاعتك بقت شكلها ايه. لما هي بتلاحظ الفرق بعد كده بتلاحظ الفرق في مقاساتها، ما هو ده تغيير دهون. انت الشيب الشيب اللي اتغير عندك ده دي دهون نزلت، فانت بالتالي وزنك اتغير بس تكوينته من جوه هي اللي اتغيرت. يعني العضلات زادت، أيوة. الميه زادت، بس الدهون ابتدت تقل، فبالتالي دي حاجه حلوه يعني جدا على فكره. انا عندي العيال الصغيرين اللي هم بيخسوا عندنا في العياده، تيجي الام بتاعته تقول انا بقالي يا دكتوره اسبوعين يعني كده بالسحتوفه ماشيين، وليه ما بيخسش؟ ما هو حبيبتي هو زاد عضل، بعد كده هو طول وزنه طول ما هو وزنه ثابت وانا ببقى على المنحنى انا بكبر، فانا الوزن بالنسبه لي انا بيقل على المنحنى. هي مش مقتنعه، يعني الامهات عايزه زي ما هي بتخس زي ما هي بتخس بال 2 3 كيلو، هي عايزه عيالها يخس ب 2 3 كيلو. ده مش هيحصل في الاطفال، لان احنا اطفالنا دي في مرحله نمو، انا محتاجه الكيلوات اللي انت عايز توديها دي انا محتاجاها عشان انا عندي حاجه بتكبر، فما ينفعش ان انا اقطع الكلام ده ولا انا اخس الكميه دي كلها مره واحده، ما ينفعش. احطها في جزء تاني يعني بدل الدهون احطها في العضلات. لان هو بيكبر، عظمه بيطول، كل الكلام ده بيفرق معايا جدا على الميزان وفي الانبادي بتاعه. بس هي الامهات مش مقتنعه، هي الفكره كلها لا انا عايزه الرقم ينزل، لا هي هتفرح تقولي بصي احنا طلعنا بنطلونات من الصيف اللي فات ما كناش بنلبسها. طب ما ده انجاز ياما، ما مش مقتنعه بيه ليه؟ ما تقتنعي يعني مش دي بنطلونات كنت بتلبسيها، ما انا زي ما بس الميزان ثابت، انا نفسي ما تغيرش ليه؟ غيري لي الرقم. انا نفسي كنت متضايق يعني، مش انا راجل دكتور. ايوه بس اهو انت طلعت حاجه، او القمصان ما كانتش مثلا بتقفل فده في حد ذاته احنا بنخس. مش لازم تجيب السيره دي. ماشي يا جماعه خلاص يا الموضوع خلص. بص احنا هنعمل لهم ترانسفورميشن. هو دكتور مصطفى غالبا كده الانسان بعد العيد هترجع ما تقفلش تاني. انت عجبك انت ومصطفى بعد العيد نعمل لكم بقى ايه نظام غذائي. انا العلبه دي بعتها لمصطفى عشان انت عشان هو راجل هفتان محتاج يتغذى شويه. طيب تمام كده يعني اعتقد لايف شامل كل اسئلتكم، مش حارمينكم من حاجه بس تقننوا بس الحاجات، لان زي ما شفنا يعني الكحكايه دي قصادها انت عشان تحرقها يمشي كام كيلو؟ عايز تمشي لك على الاقل نص ساعه الا ربع، 5 كيلو خطوه سريعه. 5 يعني انت دي عشان تحرقها محتاج تمشي 5 كيلو، تركب لك عجله مثلا نص ساعه، فانت متخيل يعني. تمام. فالموضوع انا اكلت كام دلوقتي؟ ده انت ما تعدش سيبهم بالبركه. وعامه هنا كان في 4 كحكات. امشي كام كيلو كان هنا في 4 كحكات ماشي. وخدنا من هنا قريبه وخدنا من هنا بتيفورايه، بسكوته من هنا وبسكوتين من هنا، بتيفورايه من هنا، وهنا شوكولاته. بس خلاص انت بتروح ما تسحرش بقى. صباح الفل. مفيش سحور النهارده خلاص كده. ومش هنعيط كده انا عيطت معاك النهارده في اللايف. يعني مفيش شاي بلبن يوم العيد والله. الله يكرمك الله يخليك. مفيش شاي بلبن يوم العيد ونسقي بسكوت؟ بسكوت عادي 60. طيب تمام يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. كلوا كميات قليله، اشربوا ميه كتير، خلي بالكم من العيال عشان ما ياكلوش كتير وتيجي تقولوا ما بياكلوش. بلاش فسيخ وملوحه للاطفال الصغيرين، اكلهم سمك وتونه، وانتوا كلوا فسيخ وملوحه وربنا معاكم بقى. لايف كان مع احسن واحده تتخن وتخسس في مصر. صباح على خير. انت طيب، صباح على خير.